بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد بدأنا في ذكر الفوائد والعبر التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى، واستنبطها من قصة وسورة يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره، لقوله: فيكيد لك كيدا. نعم، ذكر الإنسان بما يكره جائز في 6. ذكر الإنسان بما يكره كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وغيرهم من العلماء، أنه يجوز في 6 أمور، ومنها هذا: النصيحة على وجه الغير، أن يقول رجل لآخر انتبه من فلان فإنه سيؤذيك. هذا الرجل يكره أن تذكره بالشر، لكن لأنه سوف يؤذي آخر فتنصح هذا الرجل من رجل آخر وينتبه من هذا الرجل سوف يفعل لك شيئا، فهذا جائز. كذلك مستفتٍ يقول: رجل فعل بي كذا فما الحكم؟ هذا جائز. وكذلك التحذير من المبتدع وغير ذلك من الأمور 6 التي هي مستثناة من الغيبة، ولا تدخل في الغيبة. قال: ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، وأنه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه، أي من النعمة، كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف: وكذلك يكتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. قال: ولما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. نعم، عندما حصلت ليوسف النعمة صار عزيز ومصر وملك على خزائن مصر، فلما أتم الله عز وجل له هذه النعمة حصل لآل يعقوب، أي ليعقوب وزوجته وأبنائه، من العز والتمكين ما حصل ليوسف، فإنه لما جاءوا إلى مصر رفعهم ومكن لهم يوسف عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها أن العدل مطلوب في كل الأمور، لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما دونه، حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة والإيثار وغيره. وأن في الإخلال بذلك، في الإخلال بالعدل، قال: يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال. ولهذا لما قدم يعقوب عليه الصلاة والسلام يوسف في المحبة وآثره على إخوته، جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم. نعم، العدل مطلوب في كل الأمور، كما هو مطلوب من السلطان أن يعدل وفي رعيته، وكذلك من دونه من ولاهم السلطان على رعيته، لأن السلطان العام، وهناك من هو دونه، من يكون واليا على الرعية، فواجب عليه العدل ولا يجوز الظلم. وكذلك حتى العدل
في معاملة الأولاد، وكذلك يعني معاملة الزوجات، لمن كان عنده غير زوجة. في الأولاد أيضا ألا يؤثر أحد على أحد ولا يقدم أحد على أحد. فكذلك من العدل حتى في العطية أن يعطوا سواء في العطية. فإذا اختل العدل فهنا تحصل يعني المفاسد. فيعقوب عليه الصلاة والسلام لما آثر محبة يوسف وقدمه على إخوته حصل لإخوته ما حصل من يعني ما تقدم في الصورة بسبب أن يعقوب قدم محبة يوسف. قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، قد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فبسبب ذلك حصل منهم الحسد وأدى بهم إلى أن يفعلوا بأنفسهم من يعني المعصية والخطيئة، وكذلك بأبيهم أن فرقوا بينه وبين من يحبه يوسف، وكذلك بيوسف أن فرقوا بينه وبين أبيه. قال ومنها الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم. قال فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاء يبكون. ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة، بل لعل ذلك اتصل إلى إن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل. وهذا شؤم الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. نعم، الذنب يتبعه ذنوب، ولا يحصل الذنب إلا بذنب قبله. لا يحصل الذنب، خاصة الذنب يعني الكبيرة لا تحصل إلا بذنوب قبلها. فمثاله يعني ذكر المثال ما في يعني قصة يوسف وما حصل من إخوة يوسف، أرادوا التفريق بينه، هذا ذنب، فما استطاعوا أن يصلوا إلى هذا إلا بذنوب قبله. كذبوا على أبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هم كذب في ذلك، ما هم له ناصحون، هم أرادوا أن يفرقوا بينه وبين أبيه. وإنا له أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. كذبات وحيل احتالوا على أبيهم حتى توصلوا إلى يعني ما أرادوا. ثم بعد ذلك أيضا تبعتها ذنوب. بعد هذا الذنب التفريق بين يوسف وبين أبيه جاءوا بدم، قميص فيه دم كذب، قالوا هذا دم يوسف، وجاءوا أباهم متأخرين في العشاء لكي يشعروا أباهم أنهم بحثوا عن يوسف وهم ما بحثوا عنه. هذا أيضا كذبة وغير ذلك من الكذبات. قال ومنها قال ولا تستبعد، لا تجعله بعيد أنه قد كثروا البحث، يعني بعد أن رجعوا ووجدوا وقالوا أن يعني لأبيهم يا أبانا إنا ذهبنا يعني ويوسف تركناه فأكله الذئب، فما صدقهم أبوهم، قال لهم يعني ارجعوا ابحثوا عنه، فرجعوا وبحثوا عنه، كل مرة يأتوا يقولون لم نجده، وهم باعوه، هم الذي باعوه، انتظروا جاءوا حتى أخذه ذلك يعني الساقي الذي يسقي القوم، فلما أخذه من البئر أخرجه من البئر باعوه، وباعوه بثمن بخس،
دراهم معدودة. وكذلك مثلا يعني الزنا، لا يمكن أن يصل العبد إلى الزنا إلا بمقدمات يعني ذنوب أخرى. قال: ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، فإن أولاد يعقوب عليهم السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وإذا سمح العبد عن حقه فالله خير الراحمين. نعم، العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، فالعبرة بالنهايات، بكمال النهايات لا بنقص البدايات. قد يحصل من العبد في بداية أمره خلل، ذنب، هفوة، خطأ، لكن العبرة في الآخر، كما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فالعبد يؤاخذ بما كان عليه آخر شيء، ما كان عليه آخر شيء. من مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه. وأيضا العبد كما يعني ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى عن إخوة يعقوب، عن إخوة يوسف، عن أبناء يعقوب إخوة يوسف عليهم السلام، أنهم حصل منهم ذنوب كثيرة كما مر معنا في الفائدة الأولى، ولكن بعد ذلك تابوا توبة نصوح وعفى عنهم يوسف واستغفر لهم أبوهم ودعا لهم بالرحمة. فما مضى يعني ذهب، فما مضى قد ذهب، وقد بدل بالتوبة والاعتراف بالذنب والرجوع إلى الله، فمحيت تلك السيئات. قال: ولهذا في أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء. يرجح العلامة السعدي رحمه الله تعالى أن إخوة يوسف كانوا أنبياء. بعض العلماء يقول ليسوا بأنبياء، لكن يعني يرجح هذا. قال: لقوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ذكرهم الله عز وجل في جملة الأنبياء بأنه أوحى إليهم. والأسباط هم إخوة يعني يوسف، هم أولاد يعقوب. قال: والأسباط، قال: وهم أولاد يعقوب، أي الأسباط 12 وذريتهم. ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب منيرة، والكواكب فيها النور والهداية الذي من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هداه. نعم، لأن يوسف قال: إني رأيت 11 كوكبا، والكوكب مضيء ونير، يعني يهتدى به في ظلمات البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون. معروف قديما كانوا عندما يسافروا من مكان إلى مكان بماذا يعني يعرفون الطريق؟ بالنجوم، كانوا يعرفون الطريق بالنجوم. فلذلك قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى أنهم كواكب منيرة يهتدى بها. ومن يهتدى به؟ إما الأنبياء وإما العلماء. قال: فإن لم يكونوا أنبياء فهم علماء هداة. قال: ومنها ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه، وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به، وتمم ذلك بألا يثرب عليهم ولا يعيرهم به.
ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه لإخوته بل لعموم الخلق. قال ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما، فإن إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضا وقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف ألقوه في غيابة الجب، كان قوله أحسن منهم وأخف، وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. نعم، لأنهم لو قتلوه كان هذا أعظم من إبعاده عن أبيه وإلقائه في الجب، هذا تقدم معنا. قال ومنها أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشر، وأنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال، فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعا حراما لا يجوز، ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بها، وبقي عند سيده غلاما رقيقا وسماه الله سيدا، وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. نعم، الشيء يعني إذا لم يعلم أنه يعني أخذ على غير وجه الشر وتداولته الأيدي، مثلا شيء مسروق، شيء سرق أحد شيئا وباعه في السوق، سرق شيئا وباعه في السوق، ذلك المشتري لا يعلم أن هذا الشيء مسروق، لا يعلم أن هذا الشيء مسروق فاشتراه، فإنه يصير جائزا له، يصير ملكا له وجائز، ولا وليس عليه إثم إذا لم يعلم. أما إذا علم هنا لا يجوز له، إذا علم أن هذا الشيء مسروق لا يجوز له أن يشتريه، أما إذا لم يعلم فاشتراه فإنه جائز له وليس عليه إثم، له أن يبيعه وله أن يستخدمه، وإذا باعه لرجل آخر كذلك الرجل الآخر ليس عليه إثم، إنما الإثم على من يعلم أنه مسروق ومن سرقه. الإثم إذا أردت أن تشتري شيئا أنت لا تعلم أنه مسروق ليس عليك شيء، هذا الشيء مسروق وأنت لا تعلم ليس عليك شيء، لكن إذا علم فاشتريته هناك إثم، لأنك تعاونت على الإثم والعدوان، تعاونت على شراء شيء مسروق تعلم أنه مسروق لا يجوز لك. أما إذا لم تعلم فلا إثم عليك، إنما الإثم على الذي باشر السرقة وعلم أنه مسروق. قال ومنها الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة، والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف، أي خلوها بيوسف، توحدها أي أنها تخلو به، وكان هو معها في البيت وليس معها أحد غيره، فلذلك جرى منها ما جرى بالمطالبة بالفاحشة. قال وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة ثم كذبت عليه فسجن بسببها مدة طويلة. نعم، لا يجوز أو الحذر أيضا من المحبة الشديدة، لا نقول لا يجوز، قد يكون في القلب محبة لشخص لا يجوز لك أن تحبه غير محارمك، فلا تترسل في هذه المحبة وتحب غير محارمك محبة شديدة، فلربما بسبب هذه المحبة تصل إلى فعل الحرام وترتكب الحرام، فلذلك يحذر العبد من المحبة التي يخشى ضررها. وإذا وجد العبد في قلبه محبة غير محارمه فإنه لا يسترسل مع تلك المحبة، بل
يعني يأتي بالأسباب التي يعني تجعل المحبة تنقص وتذهب، ويجعل المحبة تنقص وتذهب، ولا يعني يختلي بالمرأة أيضا الحذر عن الخلو بالمرأة الأجنبية، الخلو بها، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يقول كما يقول كثير من الجهال أنا قلبي نظيف، أنا قلبي نظيف. قلبك نظيف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء، وأنت تقول قلبك نظيف تزكي نفسك. الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. العبد ضعيف، الرجل ضعيف عند شهوته، الرجل ضعيف عند شهوته، وهذا من يعني تزيين الشيطان، وهذه من دعاوى الشيطان أن يقول أنا قلبي نظيف. إذا كان قلبك نظيفا فماذا تقول في قول الله عز وجل لآمرا نساء المؤمنين وأولهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال الله عز وجل قبل ذلك ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرا مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن بالقول. من؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم في زمن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان؟ الصحابة وغيرهم يعني ممن يوجد من المنافقين. لا تخضع، يعني المرأة لا تتكلم بالكلام اللين لغير يعني محارمها. لماذا؟ لأنه سبب أن يطمع الذي في قلبه مرض بفعل الشيء المنكر. إذن من يعني سمح لنفسه أن يخلو بالمرأة الأجنبية أو سمح لنفسه أن يتكلم مع المرأة وهي تتكلم بكلام لين فهذا في قلبه مرض. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، الذين في قلوبهم مرض يحبون النظر إلى النساء والخلوة بالمرأة. فلا يأتي رجل يقول أنا قلبي نظيف وتأتي امرأة وتقول أنا قلبي طاهر. طيب قلبك طاهر وأنت يعني تتكشفين أمام الرجال، يعني أنت قلبك أفضل من قلب عائشة، أنت قلبك أفضل من قلب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين، يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يلبسن الحجاب، وهن خير يعني نساء هذه الأمة. فلا تأتي امرأة وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم دعاة الحرية وكذلك من لبس عليه من جهلة المسلمين ويقول نحن قلوبنا طاهرة. إذن المرأة إذا قالت أنا قلبي طاهر فيقال لها أنت أفضل من عائشة بهذا الكلام. عائشة أم المؤمنين ولبست الحجاب، ما قالت أنا قلبي طاهر وأنا لا يمكن أن يعني أقع في يعني الفاحشة، بل ائتمرت فاطمة سيدة نساء أهل الجنة كذلك لبست الحجاب، سودة، زينب، أزواج الصحابة، بنات الصحابة، أخوات الصحابة، أمهات الصحابة كلهن لبسن الحجاب. ما ذكر عن أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا من نساء الصحابة أنها قالت أنا قلبي طاهر. فتأتي امرأة الآن وتقول أنا قلبي طاهر،
هذا دعوة الشيطان، هذا اتباع للهوى واتباع للشيطان الذي زين هذا الأمر. وكذلك في باب الرجال، لا تخلو بالمرأة، لا يجوز لك أن تختلط بالمرأة. يقول أنا قلبي طاهر، أنا قلبي نظيف. هذا الذي يقول قلبه نظيف هذا قلبه وسخ، هذا قلبه مليء مريض، فيطمع الذي في قلبه مرض يعني حب الخلوة بالنساء والاختلاط بالنساء، حب الاختلاط بالنساء، فهذا لا يجوز. ويقال له مثل ما قيل في النساء: أنت أفضل من أبي بكر، أنت أفضل من عمر، أنت أفضل من علي، أنت أفضل من عثمان. لا يمكن أن يقول نعم. إذا لم تقل نعم فهؤلاء كانوا لا يختلطوا بالنساء ولا ينظروا إلى غير المحارم. من أين أتى لك القلب النظيف؟ ومن أين أتى لك القلب الطاهر؟ فينبغي كما قال علامة السعدي الحذر من الأمر من المحبة التي يخشى ضررها، وكذلك من الأمور التي يخشى ضررها يعني الاختلاط بالنساء وتبرج النساء. وقد ابتلي كثير من المسلمين بهذا الأمر. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يهدي ضال المسلمين. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.